ورحمة الله وبركاته. كنبغي نقول لكم رمضان مبارك سعيد، لا يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة والعافية وطول العمر إن شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم هاد لي نيم معمرين كيجيو مقرمشين ورائعين، كنتمنى تجربوهم. خليكم معايا. اذا على بركه الله، في هاد السيجار او في هاد لينيم كنحتاجو تقريبا 500 حتى ل 700 غرام ديال الكفته، على حسب داكشي اللي عندكم. انا هنا درت 700 غرام. عندي جوج بصلات كبار مقطعين طراف صغار، عندي الزيتون مقطع واحد جوج معالق كبار، زيتون بالعظم مقطع، عندي شويه ديال المعدنوس، الثومه ومعلقه صغيره ديال الهريسه. بالنسبه للتوابل عندي معلقه صغيره ديال الملحه، نص معلقه ديال الكمون، نص معلقه ديال التحميره، عندي شويه ديال الابزار ونص معلقه ديال التحميره، عفوا ديال الخرقوم، وشويه ديال العطريه ديال الكفته. وبالنسبه للشعريه الصينيه فانا درتها هنا في الماء طايب، وغادي نقطعها هكا بالمقص، من بعد غادي نصفيها باش حتى هي نخلطها في الاخير مع المكونات. وغادي نعطيكم واحد السر باش حتى الشعريه الصينيه كتجينا لذيذه، وهاد لي نيم بالحشوه هاد كلها كتجي لذيذه بزاف. غادي نضيفو حتى شويه ديال الفرماج احمر مقطع، مكعبات صغيره. وفي واحد المقله اللي تكون سخونه، سخنت المقله في الاول، غادي نضيفو واحد جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون عفوا، باش نبداو نشحروا فيها المكونات. اذا غادي نضيف البصله كامله هي الاولى نديرها تشحر ليا. زيت الزيتون كيجي لذيذ في التشحار ديال هذا الشيء صراحه اللي معمر. واللي ما عندوش يقدر يدير بطبيعه الحال زيت المائده ولا معلقه كبيره ديال الزبده، ما كاينش مشكل. المهم غادي نشحرها مزيان في هذيك الزيت حتى تنزل ليا مزيان البصله، عاد باش نضيف عليها الكفته. غادي نخلطها مزيان بهذا الشكل هذا، ونقص عليها شي شويه العافيه، ونغطيها ونخليها حتى تدبل مزيان وحتى تشحر ليا مزيان في داك الزيت. غادي نغطيها ونخليها واحد شويه. ومن بعد ما تشحرت ليا هاد البصله، المهم ما خصنيش نخلي الماء ديالها هكا بزاف. من بعد في الاول غادي نقص ليها شويه العافيه على ما تشحر، على ما تنزل يعني باش ما تحرقش وهي باقا ما طابتش. ولكن ملي نشوفها تشحرات كنزيد عليها شي شويه العافيه باش صافي كتنشف من هذاك الماء، وكتبقى غير هي فحال معسله وصافي باش كتجينا لذيذه. ومن بعد غادي نزيد عليها هاد الكفته. انا راه كانت عندي مكونجليه، دونك غادي نبقى نحلها بشويه بشويه، وغادي نخليها هكا مع ديك البصله، وغادي نغطيها باش تحل ليا مزيان وتذوب ليا مزيان، وغادي نخليها طيب مع استمرار التحريك المستمر بطبيعه الحال. غادي نحاول نحلها بهذه الطريقه هذه، نخليها هكا شويه حتى تذوب باش نخلطها مع البصله. عاد من بعد باش نزيد عليهم العطريه ولا التوابل اللي عندي. من بعد ما كنحسوا بالكفته ديالنا بدات كطيب صافي هكا كنبدا نحركها هكا مزيان، ونزيد نحلها مزيان باش طيب ليا كامله وما تبقاش شي بلاصه هكا متلجه ولا مجموعه. وانتم كتعرفوا الكفته فيها ليدام، دونك غادي نخليها تتحيد منها ليدام ديالها. صافي ملي كطيب لينا الكفته، ملي كنحسوا بداك البصله والكفته طابوا، كنزيدوا عليهم المعدنوس والثومه وباقي التوابل. علاش البنات كنزيدوهم حتى لهاد المرحله هذه؟ دائما من الافضل العطريه وهاد المنسمات نزيدوهم حتى كيطيب لينا داكشي، باش العطريه ما تحرقش لينا، كتعطينا واحد المذاق خايب، باش المذاق ديالها يبقى زوين حتى يطيب لينا، تطيب لينا الحشوه ولا داكشي اللي غادي نشحرو. عاد باش كنزيدو داك التوابل واي منسمات اخرين بغينا نزيدوهم، صافي كنزيدوهم وكنحركو مزيان وكنطفيو. عاد باش غادي نزيد داك المعلقه ديال الهريسه، وغادي نزيد بلين سور الزيتون والشعريه الصينيه، وغادي نوريكم كيفاش غادي ندير الشعريه الصينيه باش حتى هي تجيني لذيذه. ها هي من بعد ما تشحرت لينا الكفته ومع التوابل، كيف ما كتشوفوا راه كطلق داك الزيت ديالها ملي كنضيفوا التوابل، لان الملحه وداك الشيء يعني من الكفته كتزيد مازال طلق لينا داك الزيت ديالها. عريو عليها وخليوها طيب، ما تغطيوهاش باش يطلع داك الزيت وداك البخار. بالنسبه لي انا محتاجاه، غادي نخليه، غادي نحيد الكفته وغادي نخلي الزيت. كيف ما قلت لكم غادي نحيد هاد الكفته هذه، غادي نحاول نصفيها من داك الزيت اللي بقى فيها،
ولا داك الماء ديالها. هادشي صراحه راه ماشي زيت، داك الماء ديال البصله والكفته بالخصوص، لانكم كتعرفوا الكفته كتكون فيها الشحمه، دونك كطلق لينا بحال هكا ليدام. غادي نحاول نحيدها لان ما عنديش الوقت، والنيت محتاجه لهداك الماء يبقى عندي في المقله باش نشحر فيه داك الشعريه. وهذه هي الطريقه باش الشعريه الصينيه تجيكم لذيذه، حيت انا شخصيا ما كنحملش الشعريه الصينيه صراحه، تبقى بيضه هكاك في الحشوه. دونك غادي نخلي داك البقايا ديال التشحار، وغادي ندوز فيه هاد، غنشحر فيه، غنشعل العافيه وغنشحر فيه هاد الشعريه هادي من بعد ما قطعتها ودرتها بطبيعه الحال في الماء السخون. الا ما ما بغيتوش ديروا بحال هكا، ديروا شي شويه ديال زيت الزيتون ولا الزيت المائده، الزيت العادي، وشويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه وشويه ديال التحميره، ولا بغيتو تزيدوا شويه ديال الخرقوم باش اللون ديالها كيتبدل وحتى هي كتبنان، كتجي زوينه يعني ما كتجيش باسله. انا دي الطريقه اللي كندير باش الحشوه كتجيني زوينه. صافي غادي نشحرها هكا مزيان صافي، وغادي نعاد نزيدها من بعد على داك الكفته وداك داك البصله. صافي كيف ما كتشوفوا الشعريه راه خدات لي داك البنه اللي كنت بغيت، اللي كنت خليت. صافي دابا غادي نحيدها وغادي نزيدها على الحشوه، وغادي نخلي الحشوه تبرد ليا شويه، ولكن قبل حتى نزيد عليها الهريسه والزيتون مقطعين، حتى هما نزيدوهم حتى الاخر، ما نشحروهمش مع الكفته. انا دابا غادي نضيف داك المعلقه ديال الهريسه اللي كتبقى اختياريه بطبيعه الحال، ومن بعد الزيتون مقطع والفرماج بطبيعه الحال حتى هو نسيت ما قلتوش، ولكن غادي نضيفو حتى هو. من الاحسن حتى تبرد لينا شي شويه الحشوه باش ما يذوبش وسط الحشوه. الغرض عندنا انه يذوب وسط الفران مع الطياب باش كيبقى هكاك من داخل معلك وبنين. صافي وغادي نبقاو نخلطوا المكونات كامله حتى يندمجوا لينا مزيان، وغادي نبداو ان شاء الله باش نعمروا. وغادي دابا غادي ناخذ الورقه ديال البسطيله اللي تكون بطبيعه الحال مازال جديده ومدهونه بالزيت. انا شريتها طالعه صراحه، لان واخا كنديرها في الدار ما كتصدقش ليا زوينه. المهم حاولوا تشريو الورقه تكون مزيانه. انا غادي نوريكم دابا واحد الطريقه اقتصاديه بزاف للورقه، الا بغيتو تقسموها على 4 قسموها، ولكن غادي نوريكم واحد الطريقه رائعه اللي هي نطويوها بهذا الشكل هذا على شكل مثلث. كنخلي الطويات معلمين باش نقطعهم. غادي نعلمها بتقطيعه، كل طويه غادي نعلمها بتقطيعه. هاد الطريقه البنات اقتصاديه بزاف للورقه، وكتصايب كيجيو لينين بها زوينين، يعني داك لي سيجار كيجيو زويونين ومقادين. انا غادي نوريها لكم وغادي نبدا نخدم بها في الاول، من بعد عاد غادي ندير الطريقه العاديه. المهم كيبقى على حساب الورقه واش كبيره واش صغيره، وكل واحد وطريقته. انا هذه فقط طريقه بسيطه وريتها لكم، الا بغيتوا تستعملوها ولا كانت عندكم هكا الورقه قليله. كنقطعهم بحال هكا على مثلثات على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. غادي نقطع دابا من الجهه الاخرى، وغادي نغطيهم بلاستيكه باش ما ينشفوش ليا، وعاد نبدا نخدم. وكيف ما قلت لكم هذيك اللي ما غاديش نخدم بها دابا ولا ما غاديش نستعملها دابا، غادي نغطيها بلاستيك غذائي، وغادي ناخذ داك شويه اللي غادي نستعملو. غادي نحاول نحل الورقه غير بشويه باش ما تقطعش ليا. انا هذه لصقات لي من واحد البلاصه ما بغاتش تحيد. المهم غادي نحل هاد المثلثات وغادي نبدا نخدم بهم، وغادي نخلي الراس ديال المثلث من الجهه اللي القدام، والاخرى الجهه اللي دايره هي اللي من الجهه اللي غادي نبدا نعمر فيها. وبطبيعه الحال الجهه الحرشه تكون من الداخل، والجهه الرطبه هي اللي تكون على برا باش تجينا الورقه زوينه. غادي ناخذ شويه ديال العماره، يعني واحد شويه لا باس به،
من بعد ما كتكون بردات لينا بطبيعه الحال. انا خليت هكا ما زربتش الفيديو باش تشوفوا معايا مزيان وتفهموا مزيان الطريقه. كناخذ الجهه الايمن، الجهه اليمنيه نطويها، ونعاود الجهه اليسريه، وعاد كندخل مزيان، كنحاول نحكمها مزيان بيديا باش ما تخرجش ليا العماره. يعني طريقه سهله وبسيطه. كناخذوا هنا شويه ديال الدقيق والماء، كنلصقوا به هاد البريوات هادو، ولا عفوا هاد لي سيجار، باش كاع ما يتقطعوا لينا، باش ما يتحلوش لينا في الفران بهاد الطريقه هذه. كناخذوا مثلث، وكنخليو الجهه اللي دايره هي اللي غادي نعمرو فيها. كناخذوا شي شويه ديال العماره بهاد الطريقه هذه، كنحطوها الوسط، ولكن ماشي في الراس ديال الورقه، يعني كنزيد واحد 2 سنتيم بحال هكاك، عاد كنحطوها وكنبداو نلفوها بهاد الطريقه هذه. كنبداو ندوروها بشكل طولي، ونحاولوا ما امكن نحكموا الاغلاق مزيان، وحنا كنحاولوا ندخلوا العماره من الجناب ونصايبوا الورقه بصباعنا. وفي الاخير بطبيعه الحال كنديروا شويه ديال الماء والدقيق باش ما تحلش لينا لا دخلناها للفران وتبقى مسدوده. كيف ما كتشوفوا راها كتجي في المنظر زوينه. اللي بغى يقليهم يقدر يقليهم، لكن باش يبقاو اقل ضررا يعني يكونوا صحيين، هو اننا نديرهم في الفران من الافضل. دابا غادي نزيد معكم وحده ثالثه باش حتى اللي ما فهمتش مزيان تفهم الطريقه كيفاش. هي صراحه طريقه بسيطه، غير خصها شويه ديال التقنيه باش العماره ما تخسرش، باش داك الحشوه ما تخسرش لينا الورقه. والحشوه من الاول من خاصنا نقادوها، يعني من الاول نقادوها مزيان بشكل طولي باش هي اللي كتشد لينا لا فورم ديال الورقه. كنطويو هكا الجناب هما الاولين باش الحشوه ما تخرجش لينا من الجناب، وكنبداو ندوروها، وفي نفس الوقت كندخلوا بيدينا الورقه بصباعنا الورقه باش تبقى لينا مجموعه. صافي ملي كنسدوها مزيان كنخليوها، وغادي نكمل معكم نوريكم الطريقه الثانيه اللي درت. ودابا غادي نوريكم الطريقه الثانيه. الا بحال هكا عندكم الورقه موجوده ما بغيتوش ديروا داك الطريقه الاقتصاديه الاولى، فكنديروا الطريقه العاديه ديال السيجار. كناخذوا الورقه كنقسموها غير على 2 فقط. الا عندكم الورقه كبيره بزاف تقدروا تقسموها على 3، ولكن من الاحسن الا كانوا لي سيجار باش يبقاو لينا مسدودين من الجناب ولقاو لي سباس في الورقه، هو اننا نقسموها على 2 بهذه الطريقه هذه. غادي ناخذ النص ديال الورقه، وبطبيعه الحال الجهه الرطبه ديال الورقه هي اللي تكون على برا. كناخذوا شويه ديال الحشوه، ودائما نبعد على الراس ديال الورقه باش ما تجينيش صعيبه في الطي ديالها منين نجي نطوي. بهذه الطريقه هذه كنسدو الجهه الاولى بحال هكا، من بعد كنردو داك الجانب ديال الورقه كندخلوه بحال هكا لداخل، وكنبداو نطويو الورقه من الجنب الاخر باش حتى هي ما تبقاش لينا محلوله بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا. صافي وغادي نبدا نطويها من الوسط. وبطبيعه الحال انا كنحاول ان الورقه تبقى شاده ليا نفس الفورمه، يعني ما تخسرش ليا الورقه. وإلا جاتكم الورقه بحال هكا كبيره بزاف تقدروا تقطعوها بالمقص. صافي بطبيعه الحال نديروا الطحين باش نسدوها. كيف ما كتشوفوا كتجي زوينه بزاف وشاده فورمه وحده. صراحه انا عجبتني بزاف هاد الطريقه الثانيه. كيجيو لينا مقادين وزويونين، لان الورقه كتكون شاده فورمه وحده وكتسد لينا مزيان في الجناب. غادي نعاود معكم مره اخرى.
وكنبداو نطويوهم بحال هكا مزيان حتى هما. كيف ما كتشوفوا كتجي مقاده صراحه، وكتجي زوينه حتى في المنظر ديالها. كنحاولوا نسدوها في الاخير بشويه ديال الدقيق والماء كيف العاده. صافي، وغادي نكمل لي سيجار اللي بقاو ليا وغادي نرجع لكم. كيف ما كتشوفوا كيجيو مقادين مزيان. كيف ما كتلاحظوا معايا هنا من بعد ما ساليتهم كاملين، هذه هي الكميه اللي عطاوني. ها هما هذوك اللي درت فيهم نص ديال الورقه، وهذوك اللي درت الورقه مثلثه. صراحه حتى هما كيجيو زوينين. درت واحد شويه ديال البريوات تما، كانت بقات ليا الورقه وبغيت ندير هكا شي شويه ديال البريوات. انا صراحه كيف ما قلت لكم فضلت هادوك لانهم كيجيو زوينين صراحه في المنظر، وكتجي الورقه مجموعه مزيان من الجناب. وحتى هادو اللي درت على شكل مثلث فهما كيبقاو اقتصاديين بالنسبه للورقه. فانا كانت عندي الورقه كافيه، فقط بغيت نوريكم هاد الطريقه. وربما شي مره كانت عندكم الورقه قليله والحشوه كثيره، يعني غير ورقه واحده تقدروا تخرجوا منها بزاف ديال لي سيجار بديك الطريقه اللي وريتكم. دابا غادي نقص منها النص، غادي نديرو في الكونجيلاتور، والنص الاخر غادي نطيبو. انا هنايا خديت حيدت لي سيجار اللي غادي ندير في الفريكو. درت واحد البلاستيكه فرشتها في الطاسه اللي غادي ندخلها للفريكو. وضروري متفرقوا ما بين لي سيجار وما بين طبقه وطبقه. انا درت الطبقه الاولى ودرت البلاستيكه وعاود درت الطبقه الثانيه، وغادي نغطيهم بالبلاستيكه بحال هاد الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا. وعاد غادي ندخلهم الفريغو باش كاع ما الا جمدوا ما يتلاصقوش لينا. الا ما بغيتوش ديروا بحال هكا، غادي ديروا واحد البلاستيكه من فوق واحد البلاطو، وتستفوهم باعدين وتخشيوهم حتى يتكونجلاو مزيان، عاد باش تجمعوهم في بلاستيك غذائي عادي ديال الثلاجه، وتخشيوه ديك الساعه في الفريغو. ولكن منين تبغيو تجبدوهم ديريكت للفران، غادي نشعل الفران من الفوق ومن التحت وندهنهم بشويه ديال الزبده وندخلهم يطيبوا. من بعد ما تحمروا لينا مزيان في الفران كنخرجوهم. كيجيو صراحه لذاذ بزاف وكيجيو مقرمشين كيف ما كتشوفوا، حتى المنظر ديالهم كيجي كيشهي، وحتى من الداخل كيجيو لذاذ بزاف. هذا هو الشكل ديالهم النهائي. كنتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم وتجربوا الوصفه، وما تنساوش تخليوا لي جيم وتعليق وتابونوا في لاشين الا كنتم مازال جداد.